أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة ستارز في فيديو جديد. ما تنسوش أصدقائي دعمكم لنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد معنا، ومرحبا بكل تفاعلاتكم في التعليقات. في حوار مع الإعلامي الهادي زعيم، كشفت الفنانة التونسية زينة القسرينية عن صدمتها وألمها جراء اكتشاف خيانة زوجها وصديقتها المقربة. وأعلنت زينة خبر طلاقها الثاني، مؤكدة أنها تعرضت لموقف مشابه سابقا. كنت أعيش في سعادة ورغبة في بناء حياة زوجية مستقرة، لكنني وجدت نفسي في وسط مأساة لم أكن أتخيلها يوما. صرحت زينة القسرينية خلال اللقاء وأضافت: لقد كانت صدمة كبيرة اكتشافي لهذه الخيانة المزدوجة، فالشخص الذي كنت أثق به وأعتبره جزءا من حياتي قام بخيانتي بطريقة لا تصدق. وتحدثت زينة عن مرارة تجربتها السابقة في الطلاق، مؤكدة أنها كانت تأمل في عدم تكرار مثل هذه المواقف، لكنها وجدت نفسها مجددا أمام نفس الواقع المؤلم. لاقى الخبر ردود فعل متباينة من قبل جمهور زينة القسرينية، حيث عبر البعض عن تضامنهم معها ودعمهم لها في هذه المحنة، بينما اعتبر آخرون أنها تتعرض لمواقف مؤلمة ويجب عليها التصدي لها بقوة. من جانبه لم يصدر أي تعليق رسمي من زوج زينة القسرينية حول هذا الخبر حتى الآن. يذكر أن هذا الطلاق هو الثاني للفنانة زينة القسرينية، والذي أكدت في السابق أن سبب طلاقها الأول كان بسبب خيانة زوجية أيضا.